ايه يا بنتي؟ ايه يا بابا؟ بقول لك ايه، ما تجهزي نفسك عشان العريس زمانه جاي. ما يجي يا بابا العريس ولا ما يجيش اجهز نفسي اعمل ايه يعني؟ ايه يا بنتي بتتكلمي ليه كده؟ ولا حاجه يا بابا. طب بقول لك عمك حماده ما جاش لا يا بابا لسه ما جاش، هو انت عايزه ليه؟ عشان يحضر معايا يا بنتي، والعريس اللي جايلك ده يشوفه. طيب يا بابا، ما عمي في الشغل، وقت ما يجي من الشغل هيجي علينا، هيروح فين يعني؟ ان شاء الله يجي بالسلامه. طب هشوف مين على الباب، الظاهر ده العريس اللي جايلك. ماشي يا بابا. ماشي يا بنتي. ايوه. اهلا، تعالى السلام يا ابني. عليكم. سلام عليكم. ازيك يا عم؟ اتفضل يا ابني. اخبارك يا عم؟ اتفضل، خطوه عزيزه يا ابني. حبيبي يا عم. شرفت. الله يشرفك. تعالى اتفضل يا عم. اتفضل يا ابني، واقف ليه كده؟ الله يخليك يا عم، اتفضل اتفضل. اتفضل يا ابني. يا مرحب. يا مرحب بيك يا عم. تنورتنا الله والله. نورك يا عم. صلي على النبي يا عم عشان ما اطولش عليك. عليه الصلاه والسلام. يعني جاي طالب ايد الانسه نوره بنتك. وبالنسبه لظروفي يعني والدي متوفي وما عنديش اخوات، ووالدتي ست كبيره في السن وتعبانه وقاعده في السرير. تمام. ربنا يشفيها ويعافيها يا ابني. اللهم امين. بالنسبه للمكان اللي احنا نقعد فيه هو مش حالتنا غير الشقه اللي الحاجه قاعده فيها، فاحنا هنحاول نظبطها ونقعد فيها انا وايه النور ان شاء الله. ان شاء الله. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا بشتغل عامل في مصنع في العاشر. ربنا يعينك يا الله رب يحفظك. ويكون معاك. خلص تعليم ايه؟ انا معايا دبلوم صناعي. ان شاء الله. ربنا يختار فيه الصالح يا ابني. اللهم امين. انا اهم حاجه اللي هيتجوز بنتي بس ان هو يحافظ عليها ويشيلها في عينيه وما يأذيهاش او لا هي في يضرها. عينيا وعلى راسي من فوق. هو بالنسبه للمرتب بتاعي مرتبي 3000 جنيه. هو بس احنا نقف مع بعض في الاول كده وانا هحطها في عينيا باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا ابني. انا كان عليا، انا مرتاح لك نفسيا ومن اول ما شفتك والله. الله يبارك لك يا عم. بس طبعا الرأي في الاول والاخر لبنتي. انا لازم اشورها طبعا واخد رأيها ان شاء الله. براحتك يا عم براحتك. وربنا يعمل ما في الخير. اللهم امين يا رب. هنشرب بقى شاي كده، حاجة ساعة لا شربات لا أي. لا، انا هستاذنك انا عشان ورايا ورديه دلوقتي. وردية يا ابني، يوم ما انت جاي تتكلم على العروسة. هنعمل ايه يا عم؟ طيب ما هو انت شايف الدنيا عامله ازاي ومش ورايا دخل غير دوت وده اكل عيش. ربنا يكرمك يا ابني. اللهم امين ربنا يا عم. يكرمك. اللهم ماشي يا امين. ابني، شرفت. اللهم امين. شرفت يا ابني. شرفتنا يا ابني. الله يخليك يا عم. ألف سلام. شكلك ابن حلال يا ابني. اللي يخاف على أمه كده ويحافظ عليها ويشيلها في عينيه هيحافظ على بنتي ويشيلها في عينيه. ربنا يهديك يا نور. يا نورة. نعم يا بابا. خد يا بنتي. العريس ماشي الحمد لله. شفتيه يا بنتي؟ اه يا بابا شفته من ورا الستاره. اه، شكله ابن حلال يا بنتي وانا مرتاح له نفسيا. ليه يعني يا بابا؟ ليه؟ مكافح يا بنتي في الحياة. شايل أمه، كفاية إن هو محافظ على أمه وشايلها في عينيه، فده اللي هيشيلك ويحافظ عليكي. اه جعان وشحات، وباين عليه سالف فلوس المواصلات. اخد اعمل بيه ده ايه يا بابا؟ ليه يا بنتي بتقولي كده بس؟ هو ايه اللي بقول كده يا بابا؟ انا ما كانش يجيلي واحد يتاجر وزني ذهب، مش متجوزه يا بابا. انا عايزه واحد يركبني عربيه، ينيمني على حرير، ياكلني الغالي. انا عايزه واحد يتاجلني ذهب، مش اخد واحد فقير شغال في شركه بيقبض مش عارفه كام. اعمل بيه ايه ده يا بابا؟ انت مستجل ببنتك ولا ايه يا بابا؟ انا بمشي في البلد العيون كلها عليا يا بابا. والله زعلتني ان انت بتاخد رايي في واحد شحات زي ده. ليه يا بنتي بتقولي كده بس؟ لا إله إلا الله. عايز أطمن عليك يا بنتي، تعبت قلبي. أما حمادة عمك بقى يجي هو اللي يتصرف معاكي. شكله حمادة أخويا ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا حماد. عامل ايه؟ الحمد لله بالسلامة. والله العظيم اعذرني، لسه سايب الشنط من ايدي. فين العريس؟ العريس مشي. طب ايه الدنيا؟ طمني. والله يا حمادة هو ابن حلال. شكله عارف ربنا كده يا ابني، وبيخاف على امه وبيحبها، ده اللي طمني. انت ليك نظره في البني ادمين، طالما استجدعت يبقى كده عيل كويس. طب وطمني، اه. نوره رد فعلها ايه ولا قالت لك ايه؟ نورة، بنت اخوك يا حماده بصل للعالي. بنت اخوك عايزه واحد يركبها عربيه. بنت اخوك عايزه واحد يدجلها بالذهب. عايزه واحد ينيمها على حرير يا حماده، مش عايزه واحد يحافظ عليها يا حماده. طب ده هيجي امتى؟ ده نجيبه لها منين ده؟ طيب مش عارف يا حماده، وانا نفسي افرح بيها يا حماده. انا العمر بيجري، ان كنت عايش لها النهارده مش عايش لها بكره. لا 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 يا عم، ما تقولش على نفسك كده، انت شباب يا عم، مالك فيه يا اخو؟ انت هتكبر نفسك. خير ان شاء الله باذن الله. هي بتدلع بس يومين، معلش خليها تدلع عليك يومين. ربنا يهديها يا حماده. نصيبها لسه ما جاش، ان شاء الله باذن الله خير يا اخويا. ربنا يهديها. خير. عندك يا حماده، وانت عمال، وانت هي هتفهم انت دماغها. اقعد معاها كده وفهمها وشوف هي عايزه ايه. مالكش دعوه، بص انا همسكها لك، هفرمط لك دماغها. ان تعال. شاء الله. لا، انا هنزل اصلي العصر. نازل انا تصلي؟ كنت نازل. ماشي يا اخويا، ادعي لها كده خلاص. بس، وادعي لي بالله عليك ربنا يا يهدينا. رب، ربنا يا رب ان شاء الله. ماشي يا اخويا. انوره ايوه يا عم. تعالى يا اسطى. ايه الحمد يا لله على عم؟ السلامة. ايه، عرفت ان كان في عريس النهارده؟
انا عريس؟ والله لسه سايب الشنط من ايدي، معلش طمنيني. طمنك ايه يا عمي؟ حسرة على العريس ماله؟ ده شحات وجعان ومش لاقي ياكل يا عمي، وشكله كده سلف فلوس المواصلات اللي جاي بيها. فقر يعني؟ اه يا عم، بس أنا ابوك يا عايزة بنتي، واحد. ابوك بيقول جدع ومتدين وهيراعي ربنا فيها وشايل امه. يا طب ما عمي انا عايزه واحد معاه فلوس يلبسني دهب، انام على حرير، اركب عربيه. انا مش عايزه واحد فقير يا عم شغال في الشركه وبيقبض كام ليه اخر طب ما هو الشهر. البني ادم اللي انت بتقولي فيه المواصفات دي كلها هيجي امتى؟ ايه يا هيجي عم؟ امتى يعني؟ هو ابويا مستعجل عليا ليه يا عم؟ يجي بعد سنه، بعد سنتين، ما ديني قاعده يا عمي وقت ما يجي على العريس عادي. يجي بعد سنة، بعد 2، بعد 3، بس يجي لو جه بعد 4 سنين زي ما انت بتقولي، ولا بعد 2 ساعتها انت مش هيبقى اسمه اختيار، لانك هتبقى مجبرة. انت النهارده حته رجل على رجل وبتختاري ده كويس وده وحش. هيجي عليكي وقت هيكون العمر فاتك، وبعد كده هتمشي بمبدأ ظل راجل ولا ظل حيطة. ما تتبطريش، ايه يا ما عم ترضي الكلام اللي برزقك. انت بتقوله ده يا عم؟ دل راجل ولا دل حيطه ايه يا عم؟ انتوا مستغلين بيا ليه كده يا عم؟ ده انا بمشي في البلد كلها عينها عليا يا عم. البلد كلها عينيها عليكي؟ ما هو ده بقى اللي جايبنا ورا. ما تفرحيش لما تلاقي الرجاله كلهم عينهم عليكي، ما تفرحيش. ساعات كتير قوي الرجاله بتتلم على الزباله. ممكن الرجاله تتلم على شويه بضاعه يكون بايظه وعليها عرض. الرجاله لما يتلموا عليكي دي في حد ذاتها مش شرط تكون ميزه، بالعكس ده ممكن يكون عيب. انت النهارده انت بتختاري، حاطه رجل على رجل وبتختاري، بعد كده مش هيبقى اسمه اختيار، هيبقى اسمه غصب واقتدار. ما تستنيش لما العمر يفوتك وبعد كده يجيلك واحد مكسح فتقبلي بيه. هتقولي ظل راجل ولا ظل حيطه، عشان انت اتبغددتي واتنكتي في عز شبابك. يجيب لك منين؟ مفيش. النهارده كله على الله، كله بكح تراب. من الاخر عدلك جالك طالما متدين وعارف ربنا وهيحافظ عليكي. ما تبصيش كل مشروع في الدنيا اي حد بيدخله بيبقى عينه على الفلوس، الا مشروع الجواز. لو دخلت مشروع جواز وانت عينك فيه على الفلوس، ده المشروع الوحيد اللي هيخسر معاكي لو بصيت على الفلوس. انت النهارده تاني، انت النهارده ليك الحق انك تختاري، بعد كده هيبقى غصب واقتدار. انت النهارده بتقولي حلو ووحش، بعد كده هترجعي تقولي ظل راجل ولا ظل حيطه. لو جالك حد كويس ومحترم والناس بتشهد له بالادب والاخلاق، اتكلي على الله. ابوكي بيقول لك اخلصي عشان في غيرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.